مجددا وكما اعتدنا من نظام حضارة الجزائر وابواقه الاعلاميه، وكما تشاهدون الان امامكم على يسار الشاشه محاوله جديده لخنشله صوره الافطار في المغرب والمائده المغربيه في شهر رمضان المبارك من طرف قناه الشروق التابعه لنظام حضاره الجزائر، احد الابواق الرئيسيه ديال نظام حضاره الجزائر. فكما تشاهدون الان امامكم على الشاشه متابعينا الكرام، هذه قناه الشهور. شنو كاتبين هنا؟ بسبب ارتفاع الاسعار وتغير الذهنيات. قال لك يا سيدي الجزائريين يتخلون عن الولائم العائليه الرمضانيه بسبب ارتفاع الاسعار وتغير الذهنيات. وجايبين هذه الصوره اللي كتشوفوا الان امامكم على الشاشه، هذه الصوره اللي كتبين هنا مائده مغربيه في شهر رمضان المبارك. وهذه الصوره بالاساس تعود الى احد الصحفيات المغاربه او المغربيات عفوا اللي نشرت هذه الصوره هذه، وكانت دارت ريبورتاج على المائده المغربيه في شهر رمضان مع الصديقات ديالها. الان نشوفوا الصوره الاصليه اللي هي هذه كما تشاهدون الان امامكم على الشاشه. الصوره تعود ل 15 يونيو 2016 والعنوان اللي فيها اهل تطوان يخضعون لمنطقه السوق ويتخلون عن عادات رمضانيه عريقه. يعني حتى العنوان حاولوا ياخذوه هو نيت، غير حاولوا يبدلوه بصيغه اخرى. فكما تشاهدون هذه هي الصوره الاصليه، وهنا الصورة المخنشلة من طرف صحيفة الشروق التابعة لنظام حضارة الجزائر. وبطبيعة الحال هنا نرى المرض والهوس النفسي مجددا الذي يعيش فيه نظام حضارة الجزائر، اللي كيحاول يسرق كل شيء متعلق بالمغرب، حتى الثقافة المغربية في شهر رمضان المبارك والمائدة المغربية في شهر رمضان المبارك. يحاول يسرقوا هذه المسألة شفناها في العديد من المرات. وبطبيعة الحال علاش كيديروا هذه المسألة؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن ما عندهمش أصل، ما عندهمش هوية، ما عندهمش ثقافة، ما عندهمش حتى فيما يتعلق بالطبخ، فيما يتعلق بالأكل، فيما يتعلق بهذا. شفنا بطبيعة الحال العديد والعديد من المحاولات باش أنهم يسرقوا مسائل معروف على أنها مغربية ومعروف على ان المغاربه هم اللي كيتقنوها ومعروف على انها من التقاليد العريقه ديال المغاربه. وطبعا الحال هذا هو مثال اخر نضيفه على العديد من الامثله والمحاولات الغبيه اللي كيحاول يديرها نظام حضاره الجزائر باش يخنشل ويسرق كل ما هو متعلق بالمغرب. ففي نهايه المطاف طبعا الحال هذه المحاولات هي كتزيد تفضحهم، كتزيد تاكد على انهم بدون هويه وبدون اصل، كتزيد تاكد على انهم مهووسين ومرضى بالمغرب، ما كيمشيوش يقلبوا مثلا يسرقوا شي حاجه من تونس ولا من ليبيا، لا، مركزين فقط على المغرب لان عندهم عقده من المغرب وعندهم هوس من المغرب، وكيحاولوا على انهم يعيشوا الحياه ديالنا، ما حامليناش، كارهيننا، كيسبونا، كيشتمونا، دايرين علينا حملات في ابوقهم الاعلاميه، وجالسين كيقولوا باللي احنا عندنا فقر وعندنا ما عرف شنو، عايشين في مجاعه. هذه الصوره اللي كيحاول نظام حضاره الجزائر يصورها للبصباحي، في حين كتلقاه غادي وكيسرق الصور من المغرب للموائد المغربيه، للخضر المغربيه، لطرق العيش في المغرب، للثقافه في المغرب، للعراقه ديال المغاربه، حتى في ابسط الامور. يعني مائده اللي هي بسيطه خصهم يسرقوها ويلصقوها يعني لريوسهم هما تماك باش يقولوا هما اللي عندهم تاريخ، هما اللي عندهم اصاله، هما اللي عندهم ثقافه، هما اللي عندهم ما عرف شنو، في حين كتلقاهم معدومي الهويه. وهذه المساله كتزيد تاكد على انهم فاقدين للهويه، وكيحاولوا على انهم يقلبوا عليها عن طريق السرقه وعن طريق الخنشله وعن طريق التزوير وعن طريق الفبركه. وطبعا الحال هذه المسائل هي تؤكد على انهم ما عمرهم ما غادي يطفروا في هذا المجال طالما على انه كيحاولوا بهذه الطرق البائسه. اذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم قناه الشروق من كبريات القنوات ديال نظام حضاره الجزائر تسرق في وضح النهار مائده مغربيه للافطار في شهر رمضان المبارك وتنسبها لحضاره الجزائر. ولكن اللي مضحكني هنا وهو انهم كيعترفوا بان عندهم ارتفاع للاسعار، مع العلم كتلقى في نشراتهم الاخباريه كيتكلموا فقط على المغرب، في نشراتهم الاخباريه كيقول لك المغرب يعاني من ارتفاع الاسعار وما عرف شنو كذا، في حين فاش كيبغيو يتكلموا يعني بشكل جزئي ولا نسبي على الفضايح اللي عندهم في حضاره الجزائر كيمشيو كيسرقوا الصور ديال المغرب وديال العائلات المغربيه وديال الثقافه المغربيه باش يحاولوا على انهم يقولوا شوفوا راه عندنا وعندنا وهم عندهم حتى شي حاجه، عندهم الهضره الخاويه ويعني الكذب والتصوير، وهذا ما يفلح فيه نظام حضاره الجزائر، لكن يفلح فيه بطريقه غبيه. اذا متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.